انتخابات مجلس الشورى لعام 2012. تأتي هذه الانتخابات استكمالا لبناء مؤسسات الدولة ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، واستكمالا لعرس ديمقراطي شهد له العالم كله بنزاهته ووعي الشعب المصري. وترجع أهمية مجلس الشورى إلى تقديمه المقترحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة، إبداء الرأي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح، استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع التقارير بشأنها. ونتيجة لثقة أهل الفيوم في حزب الحرية والعدالة وحصوله على ثلثي مقاعد الفيوم في انتخابات مجلس الشعب، يتقدم حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشورى بنخبة من مرشحيه في القائمة والمقاعد الفردية، وهم كمال نور الدين عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين عام 2005، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، مرشح لعضوية مجلس الشعب عام 2010، وهي الانتخابات التي تم تزويرها لصالح الحزب الوطني المنحل، رئيس مجلس إدارة نقابة التطبيقيين بالفيوم وعضو مجلس النقابة العامة، مدير الشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة، مدير غرفة العمليات والطوارئ بديوان عام المحافظة، ممثل المجلس الأعلى للفيوم للنقابة العاملين للتطبيقيين، عضو مجلس إدارة نادي الطرق والنقل، عضو جمعية تنمية المجتمع بحي الجامعة، عضو مجلس إدارة اللجنة الرياضية بالمحافظة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستهلاكية بالمحافظة، عضو بالعديد من الجمعيات الأهلية والخيرية بالفيوم، له العديد من الأعمال والإنجازات تحت قبة البرلمان. نجوى جودة عضو الأمانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالفيوم وأمينة المرأة بالحزب، حاصلة على بكالوريوس العلوم والتربية من جامعة القاهرة فرع الفيوم، حاصلة على شهادات تقدير متعددة لتميزها في مجال التدريس، خبيرة تربوية متخصصة في شؤون الأسرة والعلاقات خبيرة تربوية متخصصة في شؤون الأسرة والعلاقات الأسرية، مشاركة فاعلة في العديد من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية، ناشطة سياسية شاركت في مظاهرات الإصلاح، مرشحة لمجلس الشعب عام 2010 على مقعد الكوتا بالمحافظة، وكانت فائزة باكتساح لولا تزوير الانتخابات ضدها لصالح مرشحة الحزب الوطني المنحل. حمد النجار رئيس قسم العلاقات العامة بضرائب الفيوم، حاصل على بكالوريوس التجارة جامعة القاهرة، حاصل على دراسات عليا بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، حاصل على دراسات عليا بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، حاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجالات مهارات القيادة والتخطيط الاستراتيجي ودراسة الجدوى الاقتصادية وإدارة العلاقات العامة وغيرها، عضو مجلس نقابة العاملين بوزارة المالية وعضو نقابة التجاريين، مرشح سابق لعضوية مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين عام 2010، عضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة وأمين الوحدة الحزبية بصنهور القبلية، ناشط بالعمل الدعوي والخيري والاجتماعي، وعضو بالعديد من الجمعيات الأهلية والائتلافات الشبابية، كما أنه ناشط في مجال الصلح المجتمعي ولجان فض المنازعات. محمد عبد الستار حاصل على ليسانس آداب وتربية وعلى دبلوم الدراسات العليا من معهد الدراسات الإسلامية، مدرس أول ثانوي لمادة الجغرافيا، مرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين عام 2010، أمين اللجنة النقابية للمعلمين بطامية، المعلم المثالي بطامية، وحصل على عدة جوائز لتميزه في التدريس والإشراف المدرسي، عضو لجنة الصلح وفض المنازعات بمحافظة الفيوم، تم اعتقاله عدة مرات كان آخرها عام 2008 بسبب ترشحه في انتخابات المحليات. دكتور حسن يوسف بكالوريوس الصيدلة جامعة القاهرة، عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين عام 2005 بعد فوزه باكتساح على دكتور يوسف والي، وكيل نقابة صيادلة الفيوم الحالي، مرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب بالفيوم عام 2010، عضو جمعية الصيادلة بالفيوم، لديه العديد من الأعمال والإنجازات تحت قبة البرلمان.
الدكتور محمد جابر محمود، حاصل على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من جامعة الفيوم، حاصل على ماجستير لغة عربية قسم الدراسات الأدبية من جامعة عين شمس، حاصل على دكتوراه في النقد الأدبي من جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتكنولوجيا المياه، عمل بعدة وظائف في مجال التربية والتعليم كمدرس ووكيل مدرسة ومدير مدرسة قبل أن يتفرغ للعمل الحر، حاصل على شهادات متقدمة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأعمال ومهارات الاتصال والبرمجة اللغوية والعصبية والجودة والاعتماد والإدارة العامة والمتابعة ومهارات التدريس، مراجع بالهيئة القومية للجودة والاعتماد وخبير في إدارة المشروعات الصغيرة والتنمية ومدرب معتمد وخبير في التنمية البشرية، حصل على لقب الطالب المثالي على مستوى محافظة الفيوم وعلى لقب المعلم المثالي على مستوى المحافظة أكثر من مرة، وعلى عدة بطولات رياضية، عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة وعضو أمانة التثقيف بالحزب، وناشط في العمل العام. إن حزب الحرية والعدالة إذ يتقدم لشعب مصر ولأهل الفيوم بهؤلاء المرشحين ليؤكد أنه بكم ومعكم يستطيع بإذن الله أن يقدم لمصر ما ينهض بها. معا نصل ببلدنا لبر الأمان، معا نستطيع إعادة بناء مصر حرة عزيزة قوية رائدة، معا نستطيع حماية وحدتها وحفظ أمنها وتحقيق استقرارها. حزب الحرية والعدالة نحمل الخير لمصر.